4 أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا أوصاهم وما الذي أهداهم؟ أحب عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي المبرأة من فوق 7 سماوات. وأحب أباها أبو بكر رضي الله عنه، وهو خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلام. وأحب معاذ بن جبل، وهو إمام العلماء يوم القيامة. وأحب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء أهل الجنة. أما عائشة رضي الله عنها أيها الكرام فسألت: يا رسول الله، أرأيت لو علمت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء الأول. أما أبو بكر رضي الله عنه فتأملوا اللقاء المهيب، خير الناس بعد الأنبياء يسأل سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأما معاذ بن جبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما فاطمة فكان من حبه عليه الصلاة والسلام لها إذا أقبلت عليه قام من مكانه فقبل ما بين عينيها وأجلسها مكانه. وقد أوصاها عليه الصلاة والسلام صباح مساء أن تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن تأمل هذه الأدعية وجد عجبا من الفضائل، فعفو ومغفرة ورحمة وعون على العبادة وسؤال الله إصلاح الشأن كله. فإذا استجاب الله فلا تسل عن النجاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا التزم بوصاياه وعمل بأحاديثه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي لي حبا أناس يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ختاما، صلى عليك إله الخلق ما سجعت ورق لهن على الأغصان تهديل، ولا حضوء صباح فاستنار به من الكواكب قنديل فقنديل.